قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وديت بقى حكاية إيجي، حكاية من الآخر حرفيا، فعاوزك كده تتحمس معايا لأنك هتشوف عظمة بجد. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا. وكالعادة في شخصية أنمي محطوطة في الفيديو دوت، فلو لقيتها بكتب لنا في التعليقات لقيتها في الثانية الكام. وبس كده كلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ قصتنا بقى يا معلم في عالم بتكون انتشرت فيه قدرة عجيبة، هو بيبقى اسمها اوردر، ولا مش اوردر بتاع الطلبات، لا هي اسمها كده. والقدرة دي بتخليك تقدر تحقق اي امنية لمرة واحدة بس، اي حاجة بقى تتحقق. وبتكون القدرة ديت كل الناس عارفينها، والكل بيتمنى اللي هو عاوزه بقى من قدرات وغيره، ولكن قليل جدا اللي بتتفاعل عندهم قدرة اوردر وبتتحقق امنياتهم. وبنشوف بقى بطل قصتنا ايجي، واللي بيتمنى امنية هو كمان، ولكن ما بنعرفش اتمنى ايه. وبيصحى يجي بعدها وبنشوفه هو في الفصل بتاعه، المدرس بيقول ان حصل حادث كبير للعالم بتاعهم من 10 سنين، لحد دلوقتي ما يعرفوش الحادث دوت حصل ليه ولا ازاي. ولكن المدرس بيقول انه حاسس ان واحد من مستخدمين اوردر هو اللي عمل الحادث العظيم دوت. ولكن وقتها يجي بيقوم من مكانه وبيقول انه تعبان شويه ولازم يمشي دلوقتي. وفعلا بيطلع من الفصل ويجي بيبقى ماشي، وبنشوف احنا الدمار اللي حصل للعالم بقى. هو بيقول بطلنا ان كل دوت بسبب امنيته اللي دمرت العالم. هو بيقول ان واحد من مستخدمين اوردر، ولكن ما حدش يعرف. وبالله حبه ناس بيتكلموا بعدها، هو بيبان انهم بيكرهوا مستخدمين اوردر جدا، وده طبعا بسبب الدمار اللي جالهم بسبب القدره ديت. ويجي بيقول ان الكل بيكره القدره ومستخدمينها، وعشان كده هو مخبي انه من مستخدمين اوردر. وبيوصل ايجي البيت بتاعه وقتها، وبيلاقي واحده كده اسمها ديجي. وبيقول بطلنا بقى انه قابل ديجي ديت من 10 سنين، وانه وقتها كان صغير جدا، وده الوقت اللي اتمنى فيه امنيته واللي عملت كل الخراب دوت. وكده بقى نكون عرفنا ان البنت ديت هي اللي بتخلي الامنيات تبقى حقيقه. نرجع بقى للوقت الحاضر، وبتقول له ديجي ان لحد دلوقتي هو مش بيستخدم قدرته. فبيقول لها يجي ان قدرته ما جابتش غير الخراب للعالم، عشان كده مش هيستخدمها تاني. ولكن ديجي بتقول له انه مش فاكر كويس اللي حصل من 10 سنين، وان امنيته ما كانتش السبب في تدمير العالم. فبيستغرب ايجي وقتها، ولكن ديجي بتقول له انها مستنياه يستخدم قوته، وبتسيبه بعدها وبتختفي. وبيكون ايجي مستغرب من اللي هي قالته. بعدها بنشوف ايجي وهو عنده اخته اللي بيكون اسمها سينا، واللي بتساله عن المدرسه وهل هي حلوه ولا ايه الدنيا. فبيقول لها ايجي يعني ماشي الحال. فبتقول له سينا ان نفسها هي كمان تروح معاه المدرسه. فبيقول لها انها اكيد هتروح، بس دوت اول ما تبقى كويسه. وبنعرف بقى ان اخته تعبانه وما بتقدرش تطلع من المستشفى بسبب مرضها دوت. وبعدها بنشوف ايجي وهو في المدرسه، والمدرس بيقول لهم ان في طالبه جديده هتنضم ليهم. وبتدخل الطالبه ديت واللي بيكون اسمها رين. ويجي اول ما بيشوفها بيقول ايه الحلاوه ديت، وتقدروا كده تقولوا انه وقع اول ما شافها. وبعد المدرسه بيكون ايجي مروح البيت بتاعه، وبيكون لسه بيفكر في رين، ولكن الصدمه انه بيلاقيها جنبه. وبيكون ايجي مستغرب من وجودها هنا في المكان. ولكن رين بتعرفه انها اتنقلت عشان تعيش في الدور اللي فوقيه، وانها محتاجه مساعدته عشان تفتح الباب. فبيقول لها ايجي طبعا، وبيقول لها تستنى لحد ما يدخل حاجات المدرسه. وبيكون بيفتح الباب فعلا، ولكن مره واحده بتهجم عليه رين بصاع كهربي، مالكمش امان والله. ويجي بيغمى عليه وقتها، ولما بيفوق بيلاقي انه مربوط. ورين بتقول له كويس انك فوقت كده، وبتعرفه انها قاتله مأجوره وجايه عشان تقتله، وانها عرفت من رؤساها ان هو السبب في الدمار اللي حصل من 10 سنين، وجات لهنا عشان تقتله لان اهلها ماتوا بسبب الدمار اللي حصل. وبتضربه بالسيف في ايده وقتها، وبتقول انها اخيرا هتنتقم لموت اهلها. وبتيجي تخلص عليه، ولكن قوه غريبه بتطلع من ايد ايجي وقتها. وبالله رين طعنت نفسها بدل ايجي. ويجي بيستغل الفرصه وبيهرب بسرعه من المكان. وبيقول انه ما استخدمش قوته، وان قوته بدات تخرج عن السيطره زي ما حصل زمان. وبيكون قلقان للشرطه تلاقي الجثه ويعرفوا انه القاتل، او يعرفوا حتى انه من مستخدمين قدره اوردر. وبيكون مش عارف يعمل ايه. وبنشوف بعدها كام شخص كده، وبيعرفوا ان رين سابت المهمه الاساسيه وهي الاستطلاع، وقررت انها تقتل ايجي. وبيعرفوا انها فشلت في كده كمان، ولكن بيقولوا انهم هيكملوا المهمه، وواضح كده ان دولت رؤسائها. وبعدها بنشوف بطلنا واللي بيطمن على اخته، وبيقول لها انه هيعدي عليها لانه قريب. وبيقول انه هيداوي جروحه في المستشفى اللي فيها اخته. ولكن لما بيروح هناك مش بيلاقي اي حد في المستشفى، بس وقتها بيلاقي ان اخته مع رين. وبيكون ايجي مصدوم من انها لسه عايشه. وبيكون معاها 2 من الجنود وقتها، وبتطلع رين سيفها وبتطعن بيه اخت ايجي. وايجي بيتصدم من اللي هي عملته، وبتقول له انه لو عاوز اخته فلازم يجي وراها بسرعه، وده عشان الجرح دوت لو ما اتعالجش قريب اخته هتموت. وبعدها بتسيب ايجي مع الجنود وبتمشي من المكان. وايجي حرفيا بيتجنن من اللي حصل، ومن كتر انفعاله بيغمى عليه. وبعدها بيفوق بيلاقي ديجي قدامه، فبيسأل عن اللي حصل، وقال هو فقد السيطره على قوته مره تانية ولا ايه. فبتقول له انه ما استخدمش قوته اصلا، وانه ضرب الجنود وقدر يهرب منهم. فبيسألها يجي وقتها عن رين، وازاي هي لسه حيه بعد ما طعنت نفسها بالسيف. فبتقول له انها من مستخدمين اوردر هي كمان، وان لما اهلها ماتوا زمان اتمنت امنيه، وهي ان جسمها يتجدد بسرعه. وفعلا امنيتها اتحققت وبقت شبه خالده. فبيطلب بطلنا من ديجي وقتها انها تضعف قوته، وفعلا ديجي بتختم قوه بطلنا ودوت عشان ما يفقدش السيطره عليها مره تانية. وهو
وبيقول ايجي انه مش هيستخدمها تاني، ولكن ديجي بتقول انه لازم يستخدمها، وده لان اخته في خطر، وبيحس ايجي بوجود جنود في المكان. وفعلا ايجي بيقرر يستخدم قوته وقتها وبيخلص على الجنود دولت، وبعدها بيروح للمكان اللي فيه رين واخته سينا. ولكن وقتها رين بيكون معاها جنود كتيره جدا وبيهجموا على ايجي بالاسلحه في وقت واحد، وبتكون رين بتتفرج على اللي بيحصل وهي مبسوطه وبتقول انها تخلص عليه المره ديت. ولكن مره واحده بنلاقي انها عالجت سينا وبتكون مصدومه من اللي هي بتعمله. ولكن وقتها ايجي بيتكلم وبيكون ما حصلش ليه اي حاجه، وبتنصدم رين وبتقول له ازاي، فبيقول لها ان قوته هي الاخضاع والسيطره على كل حاجه. وبيظهر وقتها ضوء غريب على الارض، وبيقول ايجي ان ديت هي المنطقه بتاعته واي حاجه فيها بيقدر يسيطر عليها، وان قدرته هي الهيمنه على العالم، وبيبدا يسيطر على كل الموجودين في المكان. وبعدها بيسيطر على رين وبيأمرها انها ما تخرجش من مجاله ابدا، وانها ما تأذيش اخته او تأذيه. ولكن رين بتحاول انها تهجم عليه ولكنها مش بتقدر خالص، وبيقول لها ايجي انها توقف اللي هي بتعمله، وبتقف فعلا. وبتكون رين وقتها مصدومه من قوته المرعبه. ولكن وقتها بيظهر واحد اسمه فرانك وبتكون رين عارفاه، وبيحاول ايجي يستخدم قوته عليه، ولكن فرانك بيستخدم قوته برضه، وبيكون من مستخدمين اوردر هو كمان، وبيقدر انه ياخد رين من ايجي، وبيمسك ايجي كمان قبل ما يستخدم قوته حتى. وبيصحى ايجي بعدها وبيكون محبوس في مكان غريب، وبيلاقي انه مربوط كويس عشان ما يستخدمش قوته. ولكن رين بتجيله وبتحرره وبتقول انهم محبوسين تحت الارض، وانها اتحبست معاه وده لانها خلفت الاوامر بتاعه القاده. وبيقول لها ايجي انت بتساعديني ليه، فبتقول له انهم لازم يهربوا من هنا، وده لانها مش عاوزه حد يقتله غيرها. وبتقول انها كمان ما تقدرش تخرج من المجال بتاعه، فعشان كده لازم تهرب معاه. وبتفتح مكان للتبريد وبيدخلوا فيه، وبيقول لها ايجي ما لقيتيش مكان للهرب احسن من دوت، فبتقول له ان دوت احسن مكان للهرب. وبتطلع مسدس من معاها وقتها، وبتقول انها ما تقدرش تقتله بطريقه مباشره، وبتكون عاوزه تقتله بطريقه غير مباشره، وهي ان الطلقه تنعكس اكتر من مره وتيجي فيه. ولكن الخطه بتفشل، والطلقه بتيجي هيدشوت في راسها، وبعدها بتخليه يمشي على مكان مرتفع، وبتقول انه اكيد هيقع ويموت. ولكن العكس بيحصل وهي اللي بتقع، وبتفضل تحاول تقتله طول الطريق حرفيا، ولكن كل خططها بتفشل، وبتكون هي اللي بتاخد كل الافخاخ اللي في الطريق. وبعد حبه وقت بيوصلوا لطريقين، ورين بتقول ان الطريق اليمين هيهربوا منه، اما الطريق التاني فده المكان اللي فيه اخته. وفي كمان فرانك اللي قدر يخطفهم، وبنعرف انه خطف سينا كمان. فايجي على طول بيحاول يروح لاخته، ولكن رين بتمنعه، وبتقول له انه لو راح عشان ينقذ سينا هيتهزم من فرانك اكيد. ولكن ايجي بيقول لها انه لازم ينقذها وانها مش فاهمه حاجه، وبيعرفها ان من 10 سنين ابوه بعد ما طلق امه اتجوز واحده تانية مطلقه برضه، وبيكون عندها بنت صغيره واللي هي سينا، واللي بتكون مش اخته اساسا. ولكن سينا بتكون معتبرها اخوها، وبيقول ان سينا عندها مرض نادر في الدم، وانها مش هتقدر تعيش اكتر من 6 شهور، وانها مش عارفه الموضوع دوت لسه، وانه لازم يساعدها في اخر ايام ليها. ولكن الجنود بيعرفوا مكانهم وقتها وبيحاصروهم، ويجي بيقول انه ينقذ سينا ومحدش هيمنعه من كده، وبيستخدم قوه اوردر وبيهزم الجنود، وبيروح لطريق سينا. ولكن رين بتمنعه تاني، وبتقول له انه هيموت لو راح هناك. فبيقول لها ايجي مش دوت هدفك اصلا، فبتقول له انها تقتله بايديها، وبتعرفه ان فرانك بيقدر يوقف الزمن، وعشان كده يقدر يدخل مجاله قبل ما يستخدم قوته حتى. ولكن قوته بتشتغل على 3 حاجات كحد اقصى. بتقرر رين وقتها انها تساعده في تحرير اخته، وبيخلصوا على باقي الجنود، وبيروح للمكان اللي فيه سينا، وبيلاقوا هناك فرانك، ويجي بيجري عليه، ورين بتحدف 3 قنابل، وده عشان فرانك يوقف ال3 قنابل بقدره ايقاف الزمن، وساعتها يجي يتحكم فيه. ولكن فرانك بيصدمهم ومش بيوقف القنابل، وبيجري على ايجي هو كمان، وبنعرف ان ايجي يقدر يوقف القنابل بقدرته. ولكن وقتها فرانك هيوقف الزمن ويقدر يغلبه، وبتكون دي معركه لقياس الشجاعه ومين هيوقف القنابل ويستسلم الاول. ولكن محدش فيهم بيوقفها، وبتكون القنابل هتموتهم هما الاتنين. ولكن وقتها بينزل واحد بينهم وبيوقف القنابل، ويجي بيستغرب وقتها، وبيظهر اشخاص كتار في المكان بعدها. ورين بتقول لايجي انه يهرب، وان دولت القاده، وانهم كلهم من مستخدمين اوردر، وانه مش هيقدر عليهم. ويجي بيبقى خايف، ولكن فجاه الكل بيسقف ليه، وبيقولوا له انه نجح في الاختبار، وبيبدا كل واحد فيهم يعرف عن نفسه. ويجي مش بيبقى فاهم حاجه زينا كده بالظبط، وكل تفكيره بيكون في انقاذ سينا وبس. وواحد من القاده بيقرب منه وقتها، وبيكون اسمه رايت، وبيقول له رايت انه ما يخافش على سينا، وده لانهم وقفوا الوقت عنها عن طريق قدره فرانك ايقاف الزمن. وبيقول له ان دوت كله كان اختبار ليه، وبتكون رين مش عارفه حاجه عن الاختبار دوت. وبيقولوا ان بسبب الدمار اللي حصل اليابان ما بقتش صالحه انها تكون دوله مستقره، فساعتها اضطروا انهم يبقوا تحت رعايه الامم المتحده. وبيقول له رايت انهم مش عاوزين كده، وعاوزين يبنوا عالم جديد، والعالم دوت يقوده مستخدمين الاوردر، وانهم اعلنوا ان المنطقه بتاعتهم دوله مستقره، وانهم عاوزين يغزوا العالم، وما لقوش قائد ليهم افضل من ايجي. وايجي بيبقى مصدوم من كلامهم كده. هو بيقول له ايجي طب لو رفضت كلامكم دوت، قال له هتواجه العالم كله لوحدك، لاننا كده كده اعلنا انك الشخص اللي دمرت العالم كله من 10 سنين. وكانهم بيقولوا دراعه عشان ينضم ليهم. وبيقول له رايت انه يفكر في الموضوع، وان في احتمال لما يغزوا العالم يلاقوا
بيلاقوا اوردر يقدر يعالج مرض اخته سينا، وساعتها ايجي مش بيلاقي حل غير انه ينضم ليهم، وبيستخدم قدرته وقتها وبيسيطر عليهم كلهم. وبينتشر خبر ان ايجي هو الشخص اللي دمر العالم من 10 سنين بسرعه كبيره جدا، وبيكون كل الناس بدأوا يكرهوا ايجي. وبنشوف ايجي اللي بيكون عند سينا وقتها، وبيجي له رايت وبيقولوا ان سينا فاضل لها 6 شهور وتموت، ولكن طول ما فرانك موقف الزمن مش هيحصل لها حاجه. وبيقول ايجي انه هيسيطر على العالم زي ما هم عاوزين، وهيكون عالم بيحكموه مستخدمين قدره اوردر، ولكن بعدها لازم يدوروا على مستخدم اوردر يقدر يعالج اخته سينا. فبيقول له رايت اتفقنا، وبيكون في اجتماع وقتها للايادي ال10، وبيحضر ايجي الاجتماع دوت، وبيبداوا يشرحوا ليه الخطه اللي هيسيطروا بيها على منطقه جديده من العالم، واللي بتكون بتحكم المنطقه ديت بنت بتتحكم بالحجاره وبيكون اسمها روكا. وبتقول العقيده وقتها ان ايجي هيكون جزء اساسي من السيطره على المنطقه ديت. فبيقول لها ايجي ازاي يعني؟ المفروض انكم اتباعي وانا الملك بتاعكم، وان انتوا اللي لازم تغزوا المناطق ديت وتقاتلوا عشاني. هو بيكون متضايق جدا لانه هيكون في الصف الاول بالرغم من انه الملك، ولكن العقيده بتقوله ان هي ديت الخطه وانه هينفذها. وهنا بنعرف ان ايجي زي اللعبه في ايديهم، وانه ملكهم قدام العالم وبس. وبيكون ايجي متعصب من الوضع دوت، ولكن ما بيكونش قدامه اختيار تاني. وبيقول ايجي انه لازم يبقى اقوى ويثبت قوته للايادي ال10، وده عشان يعترفوا بيه كملك حقيقي ليهم. وبيقول انه ينجح في المهمه ديت. وبيكون في اتصال وقتها من رئيس الوزراء، وايجي بيكون لازم يقنعه ان هو الملك وانه مسيطر على كل اللي معاه. ولكن رئيس الوزراء بيقول له طالما انت المتحكم في كل دولت مش هتمنع في اللي هيحصل دلوقتي. وبنلاقي ان معاه حبه رهائن وبيكونوا عائلات الايادي ال10 اللي مع ايجي. وبيقول رئيس الوزراء طالما ايجي اللي مسيطر على الايادي ال10 يبقى يتفرجوا على اللي بيحصل من غير ما يعملوا اي حاجه، ويشوفوا عائلاتهم هم بيموتوا قدام عينيهم. وبيبدا باول واحد وبيقتله فعلا، واللي بيكون عم واحد من الايادي ال10 وبيتنقل على تاني واحد وبيقتله هو كمان. وبيجي وقتها على تالت واحد واللي بيكون طفل صغير وبيطلع قريب العقيده. فبتقول لرئيس الوزراء انه ما ينفعش يعمل كده لان دوت بس الاف الناس بيشوفوه حاليا. فبيقول لها ان الناس اكيد عاوزين كده لان دوت الشخص اللي دمر عالمهم من 10 سنين. وفعلا بنشوف الناس اللي بيبقوا عاوزينهم يموتوا وبيكونوا حاقدين على ايجي لدرجه مرعبه. ولكن قبل ما العقيده تعمل ردة فعل تكشفهم بيتدخل ايجي، وبيقول انه مش مهتم بكل الرهائن ديت. فبيقول له رئيس الوزراء انه بيتاكد من كده دلوقتي، بس ايجي بيقول له مفيش داعي نقتل الناس ابرياء، وبيطلع المسدس بتاعه وبيقتل العقيده اللي جنبه. وبيفضل يقتل في الايادي ال10 واحد وراه التاني، وده وسط صدمه رئيس الوزراء اللي بيقول انه قتل اتباعه وانه فعلا هو اللي بيتحكم فيهم. ولكن ايجي ما بيكونش قتلهم فعلا، وبيكون وقف الرصاص بقدرته وما حصلش ليهم اي حاجه، بس بيمثلوا انهم ماتوا عشان ينقذوا الرهائن. وبتدخل رين وقتها عشان تقتل ايجي، ولكن بطلنا بيضربها هي كمان قدام الكل. ورئيس الوزراء بيكون اتاكد ان ايجي مسيطر على الكل. وهو بيقول ايجي وقتها رئيس الوزراء ان ده هيكون مصيرهم لو ما خضعوش ليه، وبينهي المكالمه بعدها. وبعدها الكل بيبدا يقوم حتى رين اللي ضرب عليها النار بجد، ولكن هي مش بتموت طبعا لانها خالده. وبعدها بفتره بيبدا ايجي واللي معاه انهم ينفذوا الخطه، وده عشان يسيطروا على المنطقه الجديده. وبيكون ايجي موجود هو ورين مع الجنود، وبيكون هدفهم انهم يهزموا الوحش الصخري واللي بتسيطر عليه حاكمه المنطقه ديت. واثناء ما ايجي ورين ماشيين في النفق بيبدا انه ينهار عليهم، والجنود اللي معاهم بينسحبوا، وايجي بيقرر انه يكمل هو ورين. وساعتها بتظهر واحده كده من الايادي ال10 وبتقول ليهم انهم يجوا وراها، وبتبدا تتوقع اماكن الاجزاء اللي هتقع وبتتفاداهم كلهم. وبيفضلوا على كده لحد ما بيطلعوا من النفق على اخر لحظه حرفيا. وبطلنا بيشكر البنت ديت على انقاذهم، والبنت وقتها بتعرف عن نفسها وبنعرف ان اسمها ايو. بيكملوا ماشي بعدها، ولكن رين بتلاحظ ان ايجي مركز مع ايو بزياده، فبتقرر انها تشوف حاجه بعيده عنهم. وايجي بيحاول يعرف معلومات من ايو، بس ايو مش بتعرفه حاجه. وبيلاحظ بطلنا وقتها الشريط اللي عمال يتحرك دوت، وبيقول هي ديت ودنها ولا شريط، وبيحاول يلمسهم وقتها. ولكن ايو بتهرب منه بسرعه وبتقول انه ما ينفعش يلمسهم ابدا لان دوت هيخلي بطنها تتنفخ. ازاي بقى ما اعرفش، بس دوت اللي هيحصل. فبيقول لها ايجي انها تنزل خلاص، فبتقول له يعني مش هتلمسهم؟ بيقول لها طبعا. ولكن في الوقت دوت بتيجي رين وبتكون جابت معاها الوحش الصخري، وده بيكون عكس خطه الايادي ال10. وبيحاول ايجي انه يسيطر عليه ولكنه مش بيقدر لان حاكمه المنطقه مسيطره عليه اصلا. فبيقرر يهرب هو وايو وقتها، وبيستخبوا في نفق كده. وبيقول ايجي انه لازم يتحكم في حاكمه المنطقه عشان يقدر يسيطر على الوحش الحجري دوت. وبتقول له ايو انها تحاول تعرف مكان حاكمه المنطقه ولكنها مش بتكون قادره تمشي، وبنعرف انها اتصابت في رجليها جامد. فايجي وقتها بيساعدها عشان تمشي، بس رين في الوقت دوت بتعرف مكانهم وبتجيب الوحش الصخري عندهم عشان يقتل ايجي. وبيحاول ايجي هو وايو انهم يهربوا من المكان، ولكن ايو بتقع وقتها، وايجي بيعمل كارثه حرفيا وبيمسكها من شريطها، والبنت بتعيط ساعتها. وبنلاقي بطنها بتتنفخ شبرين قدام، ولكن ايجي بيساعدها عشان تمشي. وبيكملوا هروب، ورين بتحاول تروح وراهم، ولكن وقتها بتظهر حاكمه المنطقه اخيرا واللي اسمها روكا، وبتنزل عند رين وقتها. وبيكون ايجي وايو استخبوا ساعتها، ورين بتكون لسه واقفه عند روكا واللي بتعرفها ان
وان المدينه هتتمحي بالكامل، وده لان الولايات المتحده هتضرب صاروخ نووي وهتمحي الجزيره كامله، وده طبعا عشان يخلصوا من ايجي. ورين بتكون مصدومه من كلامها وبتقول روكا ان الاكيد ان الايادي العشرة عرفوا بكده، بس حتى مستخدمين اوردر ما يقدروش يوقفوا صاروخ نووي. فبتقول رين ازاي وصلت ليها كل المعلومات ديت، وبتقول روكا انها عاوزه تقتل ايجي وان هدفهم مشترك، وبتقول لها انهم يتعاونوا سوا، وده لانها مش عاوزه المدينه دي تتدمر، وانهم لو قدروا يقتلوا ايجي الولايات المتحده مش هتدمر المدينه ديت. وفي الوقت ده بنشوف ايجي واللي بيكون مع ايه وبيروح بيها للمستشفى، وده عشان يعالجوا اللي حصل ليها والجرح اللي في رجليها. هو بيكون بيفكر يعمل ايه دلوقتي، وبيقول ان الايادي العشرة كانوا عارفين انه مستهدف طول الوقت دوت، وبيكون عارف من ايه وان في صاروخ هيتضرب عليه، وبيكون ايجي متضايق ان الايادي العشرة بعتوا المكان دوت وهم عارفين اللي هيحصل ليه. هو بيكون مش عارف يتواصل مع اي حد عشان يطلب المساعده منه، ولكن بيشوف مكان فيه برج للاتصال. وفي الوقت ده بتكون روكا بتحاول تعرف من رين مكان ايجي، ولكن رين بتزهق منها وبتكون مش قادره تخرج من مجال ايجي عشان تغلبها، ولكن بتقول لروكا انها مش هتتعاون معاها وانها تقتل ايجي بنفسها. وفي الوقت ده ايجي بيقدر يتواصل معاها وبيقول لها انها لازم تقتل روكا، وفعلا بتبدا رين تهجم عليها بحريه لان دوت امر من ايجي. وبيتواصل ايجي مع المقر اللي بيعرفوه ان الولايات المتحده هتضرب عليه صاروخ نووي دلوقتي، وانهم اتاكدوا انه ايجي الحقيقي. فبيستغرب ايجي من انهم عرفوا كده، ولكن وقتها بتكون روكا بدات تحول رين لحجاره، وبتكون قدرت انها تغلبها. وبتقول روكا وقتها انها اتاكدت ان دوت ايجي الحقيقي لانه استخدم قوته ومجاله على رين، وبتقول انها عرفت الولايات المتحده ان ايجي موجود فعلا. وبنشوف وقتها ان في صاروخ رايح لموقع ايجي وبيعرفوا الايادي العشرة بكده، ولكن مش بيكونوا قادرين يعملوا اي حاجه يساعدوه بيها، وبيامروا الجنود انهم ينسحبوا ويسيبوا بطلنا لمصيره. ووقتها بتكون روكا وصلت للمستشفى اللي فيها ايجي وايو، وبتهجم عليهم باستخدام الوحش الصخري، ولكن ايجي بيستخدم قوته وبيتحكم بضغط الهواء وبيقدر يصد الضربه. وبيقول لروكا ان في صاروخ نووي جاي على هنا ولازم يهربوا كل الناس ديت، ولكن وقتها بتقول روكا للناس ان دوت هو ايجي اللي دمر عالمهم من 10 سنين، والناس فعلا بيبداوا يتعرفوا عليه وبيكونوا متعصبين جدا وبيبداوا يرموا عليه الحجاره، ولكن ايجي بيقول لهم ان في صاروخ متجه ليهم دلوقتي وانهم لازم يهربوا من المكان دوت، بس مش بيلحق يكمل كلامه وقتها لان في واحده بتيجي من وراه وبتهجم عليه بالسكينه وبتجرحه جامد، وده لان ابنها مات في الحادث اللي حصل من 10 سنين. وبيكون فاضل 5 دقايق بس والصاروخ يمحي الجزيره باللي فيها، ولكن محدش عاوز يهرب لانهم عاوزين يقتلوا ايجي. ده ايه كل الحقد دوت؟ وايجي بيكون مصدوم من كره الناس ليه وبيقول انه لوحده ومحدش بيساعده. وبتكون روكا فاكره ان ايجي انتهى خلاص، ولكن ايجي بيقوم مره تانية ومش بيهتم لجروحه وبيفعل قوته وبيتحكم في كل الناس ومعاهم روكا، وبيقول لهم انهم يساعدوه عشان يوقفوا الصاروخ دوت، ولكن روكا بتقول ان فاضل 3 دقايق وانه مش هيقدر يعمل حاجه، ولكن ايجي بيقدر يتحكم في الوحش الصخري، وده لانه بيتحكم في روكا حاليا وبيقول انه يعمل كل اللي يقدر عليه. هو بيتاسف للكل على اللي عمله وبيستخدم قوته وبيتحكم في الجاذبيه وقتها، وده عشان يوقف الصاروخ، ولكنه مش بيقدر والصاروخ بيصيبه. بس الصدمه انه بيكون قدر يمسكه بالوحش الصخري، بس الصاروخ بيكون هيفلت منه. بس قبل ما دوت يحصل بيوصل 2 من الايادي العشرة وبيستخدم واحد فيهم قدرته، وبيقدر انه يحول الصاروخ لجزيئات صغيره ويبخره. ولكن ساعتها في مقر الايادي العشرة بيجي ليهم خبر ان في صاروخ تاني انطلق، وفي الوقت ده بيعمل قائد الايادي العشرة مكالمه عشان يتفاوض مع الولايات المتحده، وفي الوقت ده بيكون الصاروخ التاني على وصول. ولكن الاثنين دولت اللي من الايادي العشرة بيقولوا ليجي انهم هيساعدوه في ايقافه، وده بيكون كشكر ليه لانه انقذ الرهائن وقتها وانهم ممتنين ليه جدا. وبيوصل الصاروخ وبيحاول يجي يمسكه بالوحش الصخري، ولكنه بيبدا يتفكك، وبتقول له روكا انه اكيد مش هيستحمل صاروخين ورا بعض، وبتكون في اجزاء من الوحش الصخري هتقع على الناس، ولكن ايجي بينقذهم وقتها وبتنصدم روكا من اللي هو عمله، وبتقول رغم كل الكره دوت لانه بيحاول ينقذهم لسه، وبتكون بتعيط ومش عارفه هل تساعد ايجي ولا لا، ولكن ايجي بيكون عامل كل اللي يقدر عليه، وبيكون الوحش هيتكسر خلاص، ولكن وقتها بيتجدد من تاني، وبتكون روكا قررت انها تساعد ايجي. ووقتها رين كمان بتوصل بعد ما فكوا عنها التحجر وبتستخدم شعلة التجديد وبتجدد اجزاء الوحش الصخري، وبيقدروا يمسكوا الصاروخ فعلا، واليد الخامسه بيستخدم قوته وبيفرتك الصاروخ لاجزاء صغيره، وبينجحوا فعلا في ايقاف الصاروخ. وبنشوف بعدها قائد الايادي العشرة واللي بيعرف الولايات المتحده ان معاهم دلوقتي البنت الصغيره ديت واللي تقدر توقف كل الاسلحه النوويه بتاعتهم، وكده كل اسلحتهم ملهاش تاثير بعد كده. وبنشوف بعدها ديجي في مكان غريب وبتكون بتكلم شخص غريب، وبتقول له ان ايجي عارف يعدي من العقبه الصعبه ديت وانه مدهش فعلا، وبيقول الشخص دوت انه كان متوقع كده. وبنشوف ايجي وقتها واللي بيعرف ان فرانك وقف قدره ايقاف الزمن عن سينا ودوت بامر من رايت، فبيروح على مكانها بسرعه وبيلاقيها صاحيه فعلا، فبيمسك رايت وقتها وبيقول له ليه عملت كده، فبيقول له رايت انه لغى قدره فرانك عنها لانهم لقوا علاج ليها. فايجي وقتها بيهدى وبيقول انها ما تعرفش حاجه لسه عن مرضها، وما تعرفش كمان انه بقى الملك وكل الناس عرفوا ان هو اللي دمر العالم من 10 سنين، وبيقول انه مش هيعرفها حاجه خالص. ولكن ساعتها بيقول
وبيقول رايت ان حالتها سيئة جدا وانه قدامها سنة عشان تعيشها بالكتير. وايجي بيتجنن حرفيا من انه قال لها كده، وسينا بتقول انها كانت حاسة بكده، ولكن ايجي بيقول انه هيعالجها وانه يلاقي حل لمرضها دوت. وسينا بتعيط وقتها وبتقول انها واثقة في كده وانها عارفة انها تروح معاه المدرسة في يوم. وبيقول رايت وقتها ان في حل لعلاجها فعلا، وهي واحدة من مستخدمين قدرة اوردر واللي بتكون في بلد تانية وبتقدر انها تعالج اي مرض حتى الامراض النادرة اللي زي مرض سينا. وبيقرر ايجي وقتها انه يروح عشان يعالجها وبيكون واخد سينا معاه، ولكن بعد حبة وقت بيعرف رايت ان سينا كمان من مستخدمين اوردر، وبيقرر انه ياخدها ويأمن عليها وانها ما تروحش مع ايجي. فساعتها ايجي بيوافق انها تفضل مع رايت، وبيروح هو عشان يشوف الاوردر اللي عندها قدرة العلاج، وبيكون واخد رين معاه. وبيقول انه قدر يخلي هيروشيما في مجاله ودوت بعد تعب كبير جدا. وبيفضل يتمشى بعدها هو ورين في المدينة وبينسوا المهم على الاخر، وبيقعدوا ياكلوا سوا وبيبدلوا الاكل مع بعض، وحرفيا بيكونوا اكلوا من كل مطاعم المدينة، وبيكونوا لسه بيدوروا على الشخص اللي عنده قوة العلاج. وبنلاحظ احنا بقى ان رين بدأت تقع في حب ايجي، وبتيجي رين تشتري حاجة من المحل، ولكن وقتها بيظهر شخص غريب وراها وبيطلع من مستخدمين اوردر، وبيستخدم قوته على رين وبيخلي رين تخرج عن سيطرة ايجي وبيسيطر عليها هو، وعينيها بتتغير ساعتها. وفي الوقت دوت بيحاول ايجي يهرب من 2 من الياكوزا اللي بيحاولوا يقتلوه، وبتكون قدرته مش مؤثرة فيهم، وساعتها بيظهر له نفس الشخص اللي سيطر على رين. هو بيعرف عن نفسه وقتها وبيقول ان اسمه هانزو وانه جاي عشان يقتل ايجي، وبيقول لايجي ان قدرته مش شغالة على ال2 اللي من الياكوزا لانه مسيطر عليهم اصلا. وبيعرف بطلنا انه محضر ليه مفاجأة، وبتظهر رين وقتها واللي بيكون مسيطر عليها. وبيقول لايجي ان قوته هي السيطرة على البشر، وبيخلي رين تهاجم ايجي، وايجي بيحاول يرجعها لطبيعتها ولكنه مش بيعرف، وبيلاقي انها لابسة سماعة وعشان كده مش هتقدر تسمع اوامره ويسيطر عليها. وبتقدر رين وقتها انها تقطع ايده، وقبل ما تخلص عليه بيتدخل ناراكو وايه وبيبعدوها عنه. وبتكون ايه توقعت كل اللي هيحصل وعشان كده جت وراهم هي وناراكو، ولكن ايجي بيقول لناراكو انه ما يأذيش رين وانها متسيطر عليها. وبيبدأ القتال بينهم ولكن رين بتقدر تهزمه بسهولة، وبتروح على ايجي ولكن ايو بتقف في طريقها فبتجرحها هي كمان. وقبل ما تخلص عليهم بيستخدم ايجي قوته بيسيطر على ضغط الهواء وبيحميهم. وبيقول انه لازم يوقف رين بسرعة، وبيقول انه لازم يوقف هانزو الاول لانه اللي بيسيطر عليها. فبيستخدم قوته على حجر كده وبيخليه يطير ويخترق هانزو، ولكن هانزو بيضحك وقتها وهو بيقول انه مجرد دميه. وبنعرف وقتها ان في شخص تاني بيتحكم فيه. ومره واحده هاله بتطلع من عين هانزو لايجي وبتحاول تسحبه جواها، ولكن وقتها بيظهر رايت وبيستخدم قوته، واللي بنعرف انها بتحول اي شيء من حقيقه لخيال، وبيقدر يخلي الهاله تختفي وايد ايجي ترجع اكن جرحه كان خيال. وبيقدر انه يعمل كده مع ناراكو وايو كمان، وبيروح على هانزو وبيضربه، ولكن ساعتها هانزو بيهرب بسرعه هو ورين اللي بتكون لسه تحت سيطرته. فبيسال ايجي رايت عن الشخص اللي كان بيقاتله وازاي عنده قدره زي قدرته. فبنلاقي ديجي ظهرت مره واحده وبتقول له وقتها ان دوت والدك يا ايجي. وايجي بيكون مصدوم من اللي ديجي قالته وبيقول ازاي ابويا لسه عايش، وبيقول ان المفروض ابوه مات من 10 سنين في الحادث اللي حصل، ولكن ديجي بتعرفه مكانه وبتقول انه ممكن يتاكد بنفسه من اللي هي قالته، ولكن ايجي مش بيصدقها خالص. وبعدها بفتره بيبدا ايجي يدور على الاوردر اللي عنده قوه العلاج مره تانية، وبتكون معاه ايو عشان تراقبه بامر من رايت، ولكن ايو بيكون الموضوع ليها اكنه موعد غرامي، وده لانها بقت بتحب ايجي. وبيفضلوا يتمشوا في المكان لحد ما بيلاقوا كهف كده واللي المفروض موجود فيه الاوردر اللي عنده قوه العلاج، ولكن وقتها في حد بيبدا يتحكم في ارضيه الكهف وبيخليه ينهار عليهم، ولكن ايو بتستخدم قوتها وقتها وبتعرف الطريق الصح وبيقدروا انهم يهربوا من انهيار الصخور، ولكن ساعتها بتتكسر الارضيه من تحتهم وبتغرق ايو في الميه، ولكن ايجي بيقدر انه ينقذها في الاخر. وبعدها بيلاقوا البنت اللي عندها قوه العلاج فعلا، وبيقول لها ايجي انه محتاج مساعدتها وانه عاوزها تعالج اخته سينا، ولكن الكاهنه بترفض كده وبتقول له انه لو عاوزها تساعده لازم يفوز عليها في لعبه خاصه بيها. فبيقول لها ايجي انه موافق وبتقول له انه لازم ياخد الكوره ديت منها هي واتباعها، وده من غير ما يستخدم قوته عشان يسيطر على الكوره. وبترمي الكوره في الهواء بعدها وبتبدا اللعبه، وبيستخدم ايجي قوته على نفسه وده عشان يقدر يطير، وبيحاول انه ياخد منها الكوره ولكنها بتكون سريعه جدا. فبيقول ايجي لايو انها تساعده وبتبدا تتوقع الاماكن اللي هتروح عليها الكوره، ولكن اتباع الكاهنه بيبقوا سريعين برضه وايجي مش عارف ياخد الكوره منهم. وبتقول الكاهنه انه مش هيفوز ابدا لوحده. فعلا بعدها بحبه بيتعب ايجي جدا وبيرتاح حبه، وبيقول انهم سريعين جدا، وبيقرر يحط خطه وقتها هو وايو، وهي انها تعرفوا المكان اللي الكوره هتيجي منه، بس دوت طبعا من غير ما يلاحظوا، وده عن طريق انها تحرك صوابع ايديها تجاه المكان اللي الكوره هتيجي منه. وفعلا بتنجح الخطه ديت وبيكونوا قربوا من انهم ياخدوها، ولكن للاسف ما بيعرفوش برضه، بيكونوا تعبوا جدا هما الاتنين، ولكن بيقولوا انهم مش هيستسلموا. بتعرف ايو اتجاه الكوره لايجي، وايجي وقتها بيحرك الاوردر بتاعه عشان يمسك الكوره منهم وبيصدم الكاهنه حرفيا، ولكن الاوردر بتاعه بيكون بطيء برضه، ولكن وبعد كام محاوله بيقدروا انهم يمسكوا الكوره فعلا. وبتكون الكاهنه مبهوره من ذكائهم
وقتهم لانهم خلوا الاوردر بتاع ايجي يلهي الكاهنه وقدروا انهم ياخدوا الكرة في الوقت اللي ما كانتش مركزه فيه معاهم. وبيشكر بطلنا ايو عشان ساعدته وبتكون ايو فرحانه جدا انها كانت مفيده لايجي والكاهنه بتقول لهم انهم فازوا فعلا وانها هتعالج سينا ولكن ساعتها المكان بيتهز وبيظهر واحد بيتحكم في الميه وبيكون جاي عشان يقتل الكاهنه وبيعمل فيضان قوي بيغرق المكان كامل بالميه ولكن ايجي بيستخدم قوته وبيقدر يتحكم في ضغط الهواء وبيعمل حاجز يحميهم تحت الميه ولكن الشخص بيلاحظ اللي عملوه وبينزل عشان يقتلهم وايجي مش بيكون عارف يغلبه ازاي بس وقتها الكاهنه بتقول لايجي وايو انهم يوحدوا قوتهم مع بعض ودوت عشان يغلبوه وفعلا دوت اللي بيحصل وايجي وايو بيوحدوا قوتهم وامنيتهم بتبقى كأنها امنيه واحده وبيقدروا انهم يتوقعوا هجماته ويوقفوها وبيقرر ايجي وقتها انه يتحكم في السمك طالما مش عارف يتحكم في الميه وحرفيا حاجه في قمه الضحك يعني ولكن تتخيل ان الاسماك عملت الواجب وقدروا فعلا انهم يغلبوا الشخص دوت وبيبداوا ساعتها انهم يستجوبوه ولكن الشخص بيستدعي ديجي ساعتها وايجي بيستغرب من وجودها هنا فبيقول له الشخص ان ديجي اتعملت عشان تجمع المعلومات عن الاوردر وان اي اوردر يقدر يستخدمها وبيقول لها انها تفتح بوابه ووقتها بتظهر بوابه غريبه وبالله هانزو وقتها ورين اللي بيكون مسيطر عليها لسه وبيكون معاهم واحد تاني اسمه جيوبي ودوت بيكون اوردر برضه وبيقدر انه يقطع اي حاجه بسيفه حتى انه بيقدر يقطع الابعاد فبيضرب ضربه بسيفه تجاه الكاهنه وقتها وبيقدر انه يخلص عليها وبيفشل ايجي في المهمه وقتها وبيرجع لمقر الايادي العشرة من تاني وبيقابل رايت هناك وقتها واللي بيقول له انه لازم يختفي شويه دلوقتي ولكن ايجي بيرفض كده وبيقول له انه لازم يسيطر على باقي اليابان وده عشان يلاقي حد تاني يقدر يساعد سينا ولكن ساعتها واحد من الايادي العشرة بيتكلم وبيقول له انه لو حصل دمار تاني هيبقى اخر همهم سينا فايجي بيقول له دمار تاني ازاي يعني فساعتها رايت بيتعصب عليه وبيقول له انه كان شغال مع ابوه زمان هو بيعرفه ان ابوه كان شخص طيب جدا وعالم ذكي كمان وكان بيساعده دايما في ابحاثه ولكن بعدها وفي يوم من الايام قرر انه يخترع نظام لتحقيق امنيات الناس وساعتها شخصيته اتغيرت هي وتصرفاته وبيقول رايت انه قدر فعلا يعمل النظام دوت واللي بيكون اسمه ديجي فايجي وقتها بيتصدم لان ابوه هو اللي صنع ديجي ورايت بيكمل وبيقول له ان ابوه ساعتها شغل ديجي وبدات انها تحقق الامنيات فعلا لحد ما ايجي جه واتمنى الامنيه اللي دمرت العالم وبيقول له رايت انه ساعتها قرر يبعد عن ابو ايجي ويختفي وبيقول لايجي ان ابوه رجع دلوقتي وبيحاول يعمل دمار تاني وعشان كده لازم يختفي عشان ما يوصلش ليه ابدا ولكن ايجي بيزق رايت وقتها ومش بيصدقه ولكن ساعتها بتدخل ايو ومعاها واحد تاني من الايادي العشرة وبيقولوا ان كلام رايت صح وان ابوه بيسعى لتدمير العالم كمان مره وبنعرف ساعتها ان اسم ابو ايجي هو جيناي وبيقول رايت ان هدفهم انهم يسيطروا على العالم وده عشان يوقفوا احتلال ابوه للمناطق ويعرفوا يوقفوا خطته وبعدها ايجي بيبقى قاعد يفكر في كلامهم عن ان ابوه لسه عايش وبيقول ان المفروض ابوه مات من 10 سنين وبيقول يعني انا ذكرياتي مزيفه ولا ايه الدنيا وساعتها بيفتكر ان ديجي ممكن تكون عارفه حاجه مفيده وساعتها ديجي بتظهر قدام منه فعلا وبتقول له نادتني يا اسطى ولا ايه وايجي بيكون مستغرب من وجودها ولكن ديجي بتقول له ان رين عاوزه تكلمه وساعتها بنشوف هانزو اللي بيكون بيكلم شخص اسمه غول وبيعرفه ان مهمته هي اختطاف سينا وفعلا بنشوف غول وقتها واللي بيقدر انه يدخل مقر الايادي العشرة وبيتحرك عشان يخطف سينا ولكن ساعتها بيعرف رايت ان في حد بيحاول يوصل لسينا فبيعرف ايجي اللي بيحصل وبيقول لباقي مجموعه الايادي العشرة انهم يحموا سينا اخت ايجي من الدخيل وبيعرف من رين وقتها ان الدخيل هيجي من تحت الارض وفعلا دوت اللي بيحصل وبيقابل الدخيل اول واحد من الايادي العشرة ولكنه بيقدر يتخطاه بسهوله وبتواجهه العقيده وقتها ولكن بمساعده هانزو بيقدر يتخطاها هي كمان وبيقابل واحد كمان من الايادي العشرة بس الغول دوت بيطلع قوي فعلا وبيديله يده وبيغلبه وبيكون قرب يوصل لمكان سينا ولكن ساعتها بيلاقي جنود في وشه وبيضربوا عليه صواريخ وبينفخوه حرفيا وبيكون دوت من تخطيط رايت وبيكون نجح فعلا في ايقاف خطه هانزو ولكن ساعتها بيوصل لهم خبر ان فرانك اختفى هو وسينا وبنعرف وقتها ان هانزو كان مسيطر على فرانك وخلاه يخطف سينا وجيناي بيكلم رايت وقتها عن طريق ديجي وبيقول له انه دايما بيركز على حاجه واحده بس وعشان كده دايما بيخسر وايجي بيساله هو مين فبيقول له انا والدك يا ولد وايجي بينصدم وقتها وبيقول ان شكل والده ما كانش كده وبعدها بنشوف سينا واللي بتصحى وبتلاقي فرانك ورين وهانزو قدامها وبيبداوا يعرفوها ان ايجي هو اللي دمر العالم بامنيته والبنت بتكون مصدومه من اللي هي بتسمعه وبنشوف بطلنا في الوقت دوت واللي بيعرف من ايو ان سينا على سفينه متجهه لجيناي دلوقتي وده بقدرتها على التكهن وساعتها ايجي بيقرر انه يرجع اخته باي ثمن ولكن الايادي العشرة بيمنعوه وبيقول له رايت ان دوت هدف جيناي وهو انه يستدرجه بسينا ولكن ايجي بيقول له ان كل وقت ما يفرقش معاه دلوقتي وانه ينقذ سينا حتى لو دوت كلفه دمار العالم كمان مره وبيفك عنهم قدرته وقتها وبيقول لهم انهم احرار يعملوا اللي يعملوه ولكن ما يقفوش في طريقه ابدا وبيسيبهم بعدها وبيمشي وبيكون رايت مستغرب من ان جيناي خطف سينا بدل ما يخطف ايجي فبيقول له نراكو ان يمكن سينا ليها علاقه بالدمار اللي هيحصل وفي الوقت دوت بنشوف سينا واللي بتتفق مع فرانك انه يكون الحارس
الحارس بتاعها وانه يحميها لما تقابل جيناي. ولكن بعدها بنشوف سينا وفرانك واللي بيعرفها ان والدها هو جيناي نفسه وانه عدوهم. ولكن سينا وقتها بتنصدم لانها بتكون فاكره ان ابوها مات من 10 سنين في الحادث اللي حصل، ولكن بتقول ان وقت وفاه ابوها ما كانتش موجوده في البيت اصلا، وبتستغرب جدا من انها فاكره انه مات. ولكن فرانك بيقاطع تفكيرها وبيعرفها كمان ان جيناي عاوز يسبب دمار للعالم مره تانية. وبيكونوا ساعتها الايدي العشرة بيحاولوا يعرفوا مكان جيناي وايه هي خطته، وبيقدروا يعرفوا بعد شويه ابحاث ان يجي واخته سينا هما الاتنين مفاتيح لتدمير العالم، وان جيناي بيحاول انه يفتح بوابه زي اللي حصلت قبل كده، وده عشان يدمر العالم او يجيب كيان قوي للعالم بتاعهم دوت. وبيقول رايت انهم لازم يلاقوا ايجي وسينا قبل ما جيناي يوصل ليهم. وساعتها بنشوف سينا واللي بتكون في فندق فخم كده، وهانزو بيعرفها انها هتقابل جيناي بالليل وبيسيبها بعدها هي واللي معاها وبيمشي. فبتفضل بقى هي ورين ياكلوا ويهزروا في الفندق، وبتكون بتجرب كل انواع الاكل وبتكون منبهره بطعمهم لانها ما كانتش بتاكل غير من اكل المستشفى. وبيفضلوا مبسوطين بقى لحد ما بيجي الليل، وبتروح وقتها عشان تقابل جيناي، ولكن قبلها بتكون جابت الصحفيين للمكان، وده عشان يكون الحديث بتاعهم علني قدام العالم وجيناي ما يقدرش انه يغير فيه، وتثبت للناس ان جيناي هو السبب في الدمار اللي حصل مش ايجي. وبتشوف سينا جيناي وبتقول ان شكله مختلف عن شكل والدها تماما، وبتحاول وقتها انها تبين ان هو اللي دمر العالم مش ايجي، وبتقول ان هو اللي كان بيعمل ابحاث عن قدرة اوردر، وان الابحاث بتاعته هي السبب في تدمير العالم لان هو اللي اخترع نظام الامنيات، وبسبب الامنيات ديت ايجي قدر انه يدمر العالم، وده بسبب انه فقد السيطرة على امنيته. وبتقول في نفسها انه مش هيقدر ينكر الكلام دوت، وان في عدد كبير جدا بيتفرج، وانها قدام العدد دوت كله اثبتت ان ايجي ما كانش يقصد الدمار اللي حصل. وبيبداوا الناس اللي بيشوفوا البث انهم يقتنعوا بكلام سينا، وان ايجي مش السبب الوحيد في الدمار اللي حصل، لان جيناي هو اللي صنع نظام الامنيات اللي سبب كل الخراب دوت. ولكن ساعتها جيناي بيصدمها وبيقول لها فعلا وان كلامها كله صح، وان هو السبب في انتشار اوردر في انحاء العالم، ولكن بيقول ان ايجي هو اللي دمر العالم واستخدم قوته بالطريقه الغلط، وبيقول انه دلوقتي بيحاول يغزو العالم كمان مره هو ومنظمه الايادي العشرة ويسبب دمار تاني زي اللي حصل قبل كده. ولكن بيقول انه هيحاول يوقفه، حرفيا بيقلب الترابيزه عليهم وبيسيطر على سينا وقتها وبيخليها تقول ان كلامه صح، والناس كلها بتكره ايجي اكتر من الاول بكتير. وساعتها رايت بيجيله خبر من ايو ان ايجي متجه ناحيه القلعه اللي فيها سينا وجيناي، ودوت بعد ما شاف البث. وبنشوف ايجي وقتها واللي بيكون وصل لهناك فعلا، ولكنه بيقابل جيوبي بس بمساعده الشخص اللي معاه بيقدر يفلت منه، وبيبدا يدخل القلعه اللي هم فيها هو والشخص اللي من الايادي العشرة. هو بيوصل فعلا لمكان سينا وجيناي، ولكن قبل ما يوصل ليهم بيتقسم المبنى لجزئين وقتها، وايد ايجي ورجله بيطيروا من الانسام دوت، وبنعرف ان دوت بسبب جيوبي اللي بيقدر يقسم الابعاد. وجيناي بيقول لي ايجي انه ما شافوش من زمن وانه كبر جدا، ولكن ايجي بيقول له انه مش والده اصلا، بس جيناي بيقول له انه مش فاكر كويس. هو بيقول له ينضم ليه لو خايف على سينا، ولكن ايجي بيرفض كده. هو بيقول له انه مش هيتعاون مع واحد زيه، ولكن جيناي بيقول له انه اكيد هيجي ليه، وان هو وسينا مفاتيح لبوابه العالم التاني، وان هما الاتنين ضروريين جدا لنجاح خطته. ولكن ايجي بيقول له انه هيغلبه وانه هيرجع سينا منه، ولكن سينا وقتها بتقول له انه يهرب وانها ما بقتش عاوزه تعيش اكتر من كده. ودوت بعد ما شافت جراح ايجي، وايجي بينصدم من الناس سلمت، وبيكون جيناي هيمشي من المكان، ولكن ساعتها ايجي بيقوم من تاني وبيتحكم بايده ورجله اللي اتقطعوا عن طريق قوته. فساعتها بيأمر جيناي جيوبي انه يغلب ايجي ويجي وراه، وفعلا بيبدا القتال بينهم وبيستخدم ايجي قوته، وبيخلي واحد من الموجودين يعمل نسخ لاشخاص كتيره، وايجي بينطلق مع النسخ ده اتجاه جيوبي اللي بيستخدم سيفه اللي بيقطع الابعاد، ولكن ايجي بيخلي النسخ تاخد ضربته وبيقدر يضرب جيوبي فعلا. وساعتها جيوبي كان يخرج كامل قوته، ولكن جيناي بيقول له ان كفايه كده، وبيقول لايجي انه هيقابله قريب، وبيمشي بعدها من المكان ومعاه سينا. وبعدها القلعه بتتدمر بالكامل، وبعد كده ايجي بيفوق وبيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيلاقي ان ايده ورجله رجعوا زي ما كانوا. ووقتها بتدخل ايو لعنده، وبيكون رايت هو اللي بعتها عشان تساعد ايجي، وبتعرفه ان رايت هو اللي عالج ايده ورجله. فبيسال ايجي عن باقي مجموعه الايادي العشرة وهم فين دلوقتي، فبتقول له انهم هيهجموا على مقر جيناي ويحاولوا يرجعوا منه سينا ويغلبوه، وانها هنا عشان تمنعه من الانضمام ليهم، وده بامر من رايت اللي مش بيكون عاوز ايجي يقع في ايد جيناي، ولكن ايجي بيقول لها انه لازم يكون معاهم ودوت عشان ينقذ اخته. وبنشوف بعدها ان الاخبار بتتنشر بسرعه عن ان ايجي ناوي انه يعمل دمار تاني، لو كمان قالوا ان هو اللي دمر القلعه. يلا ما هي ظابطت بقى. وبنشوف ان الايادي العشرة بيكونوا حددوا مكان جيناي فعلا، وبيكونوا واقفين قدام المقر بتاعه. بيقول رايت ان دي هتبقى المعركه الاخيره واللي هيحددوا فيها كل حاجه هتحصل للعالم دوت. وبنشوف بطلنا وقتها اللي بيكون بيحاول يقنع ايو انها تسيبه يساعد سينا، وبيقول لها ان من ساعه الدمار اللي حصل من 10 سنين وسينا هي الفرد الوحيد اللي اتفضل ليه من عيلته، وانه لازم يحميها. وفعلا بتقتنع ايو بكلام ايجي وبتفك ايده وقتها، وبتقول له بعدها طيب ليه بتقول ان والدك مات من 10 سنين وده رغم انك شفت جيناي في القلعه. فساعتها بيقول لها ان جيناي مش والده الحقيقي،
الحقيقي، ولكن وقتها ايو بتصدمه وبتوري له صوره ليه هو وسينا وجيناي، وبتعرفه ان رايت كان واخد الصوره ديت من ابو ايجي لما كان شغال معاه، وبيكون جيناي فعلا ابوه، وايجي بيكون مستغرب جدا وقتها وبيقول ازاي، وساعتها بيعرف ان ذكرياته مزيفه وان في حاجه غلط، ووقتها بيظهر آلي على راس ايجي وبيكون مش عارف ايه دوت، ولكن وقتها بتظهر ديجي وبتقول له انها قالت له انه مش فاكر اللي حصل كويس، وبتقول ان مش هو السبب في تدمير العالم، ولكن بتعرفه انه لازم يلحق اخته لانها تدمر العالم فعلا، ووقتها بيكونوا الايادي العشرة بدأوا خطتهم فعلا، وبيهجموا بعدها على مقر جيناي، وبيعرف هانزو بكده وبيحاول يمنعهم بس من غير اي فايده، وساعتها بتحاول العقيده انها تخترق مقر جيناي من ورا وتقتل جيناي، ولكنها بتلاقي واحد من مستخدمين اوردر وبيبدا القتال بينهم، وبالله ان رايت عارف يحدد مكان جيناي فعلا وبيعرف ان هو تحت الارض، وبنشوف سينا اللي بتكون محبوسه تحت الارض هي ورين، وبيحاولوا يلاقوا طريقه عشان يهربوا من المكان دوت بس من غير اي فايده، وسينا بتسال رين وقتها لو هي لسه عاوزه تقتل ايجي، بس رين مش بتلحق ترد عليها، وده لان جيناي بيوصل لعندهم وبياخد سينا معاه وبيوديها لمكان البوابه اللي دمرت العالم قبل كده، وسينا بتكون مستغربه من اللي هي شايفاه، ولكن جيناي بيقول لها انها شافت البوابه ديت قبل كده، وبيقول لها انت مش فاكره ولا ايه، فبتقول له سينا انها مش فاكره حاجه عن البوابه ديت او انها شافتها قبل كده، فبيقول لها جيناي انها تركز وان البوابه ديت وراها العالم اللي يقدروا فيه يحققوا كل امنيات الناس، وبتبدا سينا وقتها انها تفتكر اجزاء بسيطه من ذكرياتها، وبيحاول جيناي انه يخليها تفتكر اكتر، وبيقول لها انه فضل سنين يعمل في البحث دوت وانه كرس كل حياته عشان يوصل للنتيجه ديت، وبيقول انه لما خلص بحثه كانت هي اول واحده تستخدم قوه البوابه ديت، وانها السبب في فتح البوابه زمان ووجود الاوردر دلوقتي، وعشان كده هي المفتاح لفتح البوابه دلوقتي، فسينا بتبقى في حاله صدمه من كلامه، وبتقول يعني انا اول مستخدمه للاوردر وانا اللي سببت الدمار العظيم مش ايجي، فبيقول لها جيناي فعلا وبيعرفها ان كل الغلط عليه من الاول لان هو اللي عمل نظام ديجي واللي بيحقق الامنيات من الاساس، ولكن بيقول لها انها فعلا اول واحده تستخدم نظام ديجي واول ما نستخدم البوابه، وعشان كده محدش غيرها يقدر يفتح البوابه ديت مره تانية، وفعلا سينا بتفتكر ذكرياتها وبيظهر على راسها نفس الآلي اللي كان على راس ايجي، وجيناي بيدمره بقوته، وساعتها بتفتكر سينا كل حاجه وان ايجي مش هو اللي اتمنى الامنيه ساعتها وانها هي اللي اتمنت الامنيه اللي دمرت العالم، وساعتها بيكون رايت هيدخل لمقر جيناي ولكنه بيلاقي ايجي نازل عليهم من السما ساعتها، وبيكون معاه ايو وبيكون متحكم بالجاذبيه، وايو بتعرفه يدخل المبنى منين بالظبط، وفعلا بيخترق المبنى وبيوصل لعند العقيده، وايجي بيطمن عليها وقتها وبيقول ليو انها تفضل معاها، وبيروح هو عشان يقابل جيناي، وبيوصل فعلا للمكان وبيلاقي سينا وقتها، ولكن جيناي ساعتها بيظهر ليه وبيقول له انه كان بيكلم سينا من شويه وانها وافقت انها تساعده في خطته، فايجي بيقول له مستحيل سينا تساعدك عشان تدمر العالم، فبيقول له جيناي انه مش هيدمر العالم وانه بس عاوز يفتح البوابه ديت، وده عشان يوصل للعالم اللي فيه بتتحقق الامنيات، وبيقول ان ديجي هي اللي بتحول امنيات الناس لحقيقه وانها الوحيده اللي بتقدر تدخل للعالمين ومش بتقدر انها تحقق كل الامنيات، فبيقول له ايجي وانت ليه عاوز تفتح البوابه ديت طالما مش هتدمر العالم، فبيقول له جيناي ان بعد ما البوابه دي تتفتح مش هيحتاجوا لديجي من الاساس لانه وقتها اي حد يقدر يحقق اللي هو عاوزه من غير ما حد يتاذى او يموت، وان كل واحد يقدر يحقق امنيته من غير ديجي ولا اي حاجه، فبيقول له يجي ان دوت كلام غبي ومستحيل، وبيساله عن اللي هيحصل لو اتنين اتمنوا امنيات عكس بعض، فديجي اللي بترد عليه وقتها وبتقول له ان ساعتها هيتكون عالمين وان العالمين دولت هيكونوا متشابهين جدا، وبتوريه امنيته وقتها وبتعرفه ان لو اتمنى هو الامنيه بدل سينا كان العالم هيبقى كويس وما فيهوش اي حاجه، وبترجعه تاني للعالم الحقيقي، وبتقول ان هو دوت مفهوم العالم التاني، فبيفهم يجي وقتها اللي هيحصل وان في عوالم موازيه هتبدا تظهر، وده كل ما حد يتمنى امنيه عكس التاني، وبتقول له ديجي ان العوالم ديت موجوده فعلا وان في عالم منهم هو عايش بسلام مع عيلته، ولكن ايجي بيرفض الفكره ديت وبيقول ان هو الشخص الحقيقي وان التاني دوت مزيف وعباره عن امنيه، وانه مش هيبقى سعيد ابدا بعالم كله كذب وخيال من صنع امنيته، وانه عاوز يغير العالم الحقيقي للافضل حتى لو دوت هيكلفه بقى عمره، وبيروح عشان يحرر سينا وقتها واللي بتكون راحت من عليها سيطره جيناي، ولكن وقتها بتصدمنا كلنا وبتطعن ايجي في بطنه، وبتقول انها افتكرت كل حاجه وان هي اللي دمرت العالم مش هو، وبيكون ايجي مش فاهم حاجه لسه وازاي هي اللي دمرت العالم مش هو، فبيقول له جيناي ان كلام سينا صح وان هي اللي دمرت العالم مش هو، ولكن ايجي بيقول له انه بيكذب، ولكن ديجي بتقول له انه لسه مش فاكر كويس، وساعتها بيظهر الآلي على راس ايجي مره تانية، وبيقول جيناي انه بدأ يفتكر وبيفعل قوته وبيستخدمها على ايجي وبيقدر انه يسيطر عليه، وبيقول انه يفتكر سينا اتمنت ايه من 10 سنين، وفعلا بيبدأ ايجي وقتها يفتكر امنيه اخته سينا واللي بتكون انها تعيش هي وابوها وامها وايجي في العالم بسعاده للابد، وده عن طريق انها تسيطر على العالم، وفعلا ساعتها اتحققت امنيتها، ولكن سينا ما قدرتش انها تتحكم بكل القوه ديت، وعشان كده حصل الدمار العظيم، وبيكون جيناي مصدوم من امنيه سينا، وده لانه كان مفكرها تتمنى انها تتعالج من مرضها ولكنها صدمتهم كلهم، وساعتها سينا كانت بتعيط وبتلوم نفسها على كل اللي حصل، ولكن ايجي بيقول لها انه مش ذنبها اللي حصل، وساعتها
وساعتها ديجي بتقول له انه جه دوره عشان يتمنى امنيه هو كمان. فساعتها ايجي بيقرر ياخد قوه سينا ويتحمل كل الدمار اللي حصل بدلها، وفعلا دوت اللي بيحصل. وبنعرف هنا ان قوه ايجي في الاصل كانت لسينا، وبيقول له جيناي ان سينا هي اللي دمرت العالم بقوتها. وساعتها ايجي بيفتكر كل حاجه، وسينا بتقول انها السبب في كل دوت، وعشان كده هتتحمل المسؤوليه لوحدها وهتساعد جيناي، وده عشان يعملوا عالم كل الامنيات بتتحقق فيه. وبتقول لايجي انها مش هتفشل المره ديت. فبيقول لها ايجي ان دوت هيكون عالم من الاوهام. فبتقول له انها كانت عايشه 10 سنين في الاوهام وما حسيتش بحاجه. وبتقول له ان كل الذكريات اللي عاشتها خلال ال10 سنين دولت كانوا حقيقيين، وانها كانت مبسوطه جدا معاه. فايجي بيحاول يوقفها بقوته، ولكنها ساعتها بتقطع ايده وبترميه من فوق. وجيناي بيسيطر على الاوردر الخاص بايجي، وده لانه بيسيطر على ايجي حاليا. وبيكون ايجي استسلم خلاص، بس وقتها ديجي بتقول له انه ما يستسلمش دلوقتي، وانه قادر يغير كل حاجه لسه. وقتها بيفوق ايجي وبيلاقي ان رين قدرت انها تنقذه وتعالج له ايده وجرحه، وده باستخدام شعله التجديد. وبتكون قدرت انها تهرب من السجن اللي كانت فيه. وبتكون رين بتعيط لانها سمعت كل حاجه وعرفت ان بطلنا اغلب من الغلب، وانه تحمل كل اغلاط اخته. وبتعتذر ليه وقتها، ولكن ايجي بيقول لها انه يحتاج مساعدتها. وفي الوقت ده بتكون البوابه اتفعلت فعلا وظهرت قدام كل الناس. وبيكون جيناي مبسوط بكده، بس وقتها بيوصل رايت وباقي الايادي ال10، وبيكونوا عاوزين يوقفوا جيناي. وبيقول له رايت انه خاب ظنه فيه لانه كان بيساعده في كل حاجه عشان بحثه، وانه خانه في الاخر وما خلوش يبقى التجربه الاولى، وانه لو خلاه التجربه الاولى ما كانش كل ده هيحصل. وساعتها اعضاء الايادي ال10 بيهجموا على جيناي بامر من رايت، بس ساعتها بيتوقف الزمن عليهم. وبنعرف ان دوت فرانك واللي لسه تحت سيطره جيناي. وبيحاول رايت وقتها انه يخلي قدره فرانك خيال، ولكنه مش بيعرف. فساعتها بيضرب رايت النار على سينا، وده عشان يقتلها ويوقف فتح البوابه. ولكن فرانك بيوقف الزمن على الرصاصه كمان. ووقتها جيناي بيستدعي جيوبي اللي بيكون هيخلص على رايت وباقي الايادي ال10، ولكن ساعتها بيظهر ايجي هو ورين، وبيكونوا موحدين امنيتهم سوا وبينطلقوا على جيوبي. ولكن جيوبي ساعتها بيستخدم سيفين قاطعين للابعاد وبيهجم عليهم، ولكنهم بيقدروا يصدوا الضربه الاولى، بس الثانيه بتقسمهم نصين. ولكن قوه رين بتتفاعل وقتها وبيتجددوا من تاني وبيكملوا في الهجوم، وبيقدروا يوصلوا لجيوبي وبيغلبوه فعلا. وبيروح يجي بعدها على جيناي وبيستخدم قوته عشان يتحكم فيه، ولكن جيناي بيستخدم قوته هو كمان على ايجي، وبتكون قوتهم متساويه. وبيقول له جيناي انه مش هيقدر ينقذ سينا خلاص، وانها هتموت حتى لو انقذها وده بسبب مرضها، بس بيقول له ينضم ليه وساعتها هيقدر يعيش معاها دايما. بس ايجي بيقول له انه مش هيخليه ينفذ خطته، وانه عاوز سينا الحقيقيه اللي بتحمل نفسها كل الاغلاط اللي حصلت دلوقتي، وانه مش هيقبل يعيش مع سينا في الاوهام والخيال ويسيب سينا الحقيقيه تموت. وبيزود قوته وقتها وبيقدر انه يهزم جيناي. وساعتها بيضرب رايت رصاصه تانية على فرانك عشان يوقف ايقاف الزمن، وفعلا بيقدر انه يصيبه دوت لانه موقف 3 حاجات ومش هيقدر يستخدم قدرته. ووقتها ايقاف الزمن بيقف فعلا لان فرانك اتصاب، والرصاصه اللي كانت واقفه بتنطلق تجاه ايجي، ولكن جيناي بياخدها مكانه وبيحميه. هو بيقول له انه كان عاوز يشوف عالم بيعيشوا فيه بسلام، ولكنه فشل في كده. وبيقول ليجي يعتني بسينا وبيموت بعدها. وبيروح يجي عشان يشوف سينا وقتها، وبيقول لها يلا بينا عشان نروح البيت. ولكن ساعتها سينا بتحس بحاجه وبتقول انه وصل فعلا، وبنلاقي ان ملك العالم التاني جه لعالمهم عن طريق البوابه. وبيحاولوا كلهم يوقفوه ولكن مفيش اي فايده، قوته اكبر منهم كلهم، واي حاجه بيلمسها بتكون تحت سيطرته. وركب بتقدر انها توقفه شويه، وده بقوه الوحش الصخري، ولكن دوت مش هيمنعه لوقت طويل. وبيكونوا كلهم فاقدين الامل في النجاه لان قوتهم بدون فايده ضد ملك العالم التاني. ولكن ايجي بيفكر في حاجه وبيبدا ينادي على ديجي اللي بتظهر فعلا، وبتقول له ان طالما الملك ظهر فدورها انتهى خلاص. ولكن ايجي بيقول لها ان عاوز مساعدتها وانها اضعفت قوته قبل كده، وانه عاوزها ترجع قوته زي ما كانت دلوقتي. فبتقول له انه لو فقد السيطره هيسبب دمار تاني، ولكن ايجي بيقول لها انه هيسيطر على العالم كله مش هيفقد السيطره. وفعلا بترجع له قوته زي ما كانت، وحرفيا ايجي كان بيستخدم اقل من 1% من قوته كل دوت. وبيامر ايجي وقتها العالم انه يبقى تحت سيطرته، وفعلا بيبدا انه يسيطر على كل العالم ويرجع كل حاجه لطبيعتها قبل الحادث. وبيستخدم كل قوه الاوردر اللي في العالم عشان يوقف الملك، وفعلا بيقدر يوقفه ويرجعه لعالمه من تاني وبينقذ العالم بالكامل. وبعدها بمده بنشوف ايجي اللي بيقول ان الناس عرفت ان جيناي هو السبب في الدمار اللي حصل، وده لانه اخترع قدره اوردر. وبيقول انه بقى بطل بعدها، وده لانه انقذ العالم من ملك البعد التاني، وانه لغى قوه اوردر من العالم بتاعهم وبقى عالم طبيعي بيعيش فيه الناس بسلام. وبيقولوا انه يمكن مش عالم سعيد بالكامل ولكنه عالم حقيقي والناس فيه تقدر تحقق امنياتهم بالتعب والجهد. وبعدها بنشوف سينا واللي بيكونوا لها علاج لمرضها، وبقت كويسه دلوقتي وحالتها مستقره وبيعيشوا بعدها في سلام. وبس كده لحد هنا نكون خلصنا حكاية ايجي. حكاية جميلة الصراحة، واستنونا في حكايات تانية قادمة بإذن الله. وعرفونا في التعليقات لقيتوا شخصية الأنمي في الفيديو دوت ولا لأ. وبس كده، لا اكتفى اشتراك ويلا سلام.